عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. موجودة النهاردة في حديقة انتونيادس. سعر تذكرة الدخول 30 جنيه للفرد. بالنسبة لو حضرتك معاك عربية بتدفع 40 جنيه للعربية. انا دخلت هنا حديقة انتونيادس من بوابة حديقة الحيوان. الحديقة الاتنين طبعا داخل بعض. حديقة الحيوان بتخشوا منها لحديقة انتونيادس. طبعا شايفين اول ما دخلنا الاشجار في كل مكان. حبيت بقى بعيدا عن مشروعات اسكندرية قلت لازم بقى تتفسحوا معايا في حدائق انتونيادس بعد التطوير. وطبعا اول حاجة بتقابلنا هي الجولف كار، وتقريبا سعر الفرد 30 جنيه. بتقدروا تلفوا بيها الحديقة كلها لان مساحة حدائق انتونيادس كبيرة جدا. بالنسبة لسعر تذكرة الدخول هو اتغير كتير جدا بعد التطوير، لانه كان ب15 جنيه واصبح 30 جنيه. يعني هو سعر برضو مش قليل، بس بينافس سعر تذكرة المنتزه دلوقتي بقت ب50 جنيه. ومساحة المكان هنا كبيرة جدا، يعني زي حدائق المنتزه بالظبط. يعني حديقة انتونيادس في منافسة كبيرة مع حديقة المنتزه. هنا داخلين على الطفطف الجميل الملون ده اللي امام حضراتكم. طبعا الطفطف ده الاطفال بيركبوه بيلفوا بيه كده برضو جولة جميلة داخل الحديقة. شايفين قد ايه مساحة كبيرة جدا، الخضرة في كل مكان والاشجار. الحديقة هنا طبعا بتكون زحمة جدا في وقت المناسبات والاعياد. لان طبعا هنا زي ما قلت بتنافس حديقة المنتزه. لان المنتزه دلوقتي السعر تذكرة الدخول 50 جنيه. فلو اسرة داخلة طبعا للحدائق المنتزه هتدفع مبلغ كبير جدا. ولكن هنا يعني برضو سعر تذكرة الدخول 30 جنيه بس. انا يعني شايفة ان في انشطة كده موجودة، زي مثلا في تأجير عجل، في زي ما قلنا الجولف كار، في الطفطف، في اكتر من حاجة داخل المكان. الناس والاطفال بيقدروا طبعا يستمتعوا بكل ده. بصوا في اطفال كتير بتلعب. في كمان تويلت موجود، وفي كمان مسجد لو حد طبعا حابب يصلي في المكان هنا. ففي مسجد. اماكن كتير جدا موجودة في اسكندرية، ولكن اجملها حديقة انتونيادس. كنا لازم نيجي نصور بعد التطوير. بصوا في ناس طبعا دايما هتلاقوا موجود فيها ناس، وهي مش زحمة قوي عشان احنا طبعا في فصل الصيف، والناس بتفضل ان هي تروح للشواطئ اكتر من الحدائق. ولكن هي جميلة جدا جدا. هنلفها مع بعض كده وهنوصل كمان في كيدز اريا للاطفال، مش بس يعني يلعبوا كده هنا في الزرع وخلاص، لا. في كيدز اريا هنشوفها مع بعض دلوقتي. لو مليتوا بقى وزهقتوا من خروجات اسكندرية المعتادة، ممكن تيجوا تغيروا جو في حدائق المنتزه الجميلة اللي انتوا شايفينها. طبعا الحديقة شغالة طول اليوم لغاية بالليل. الجو طبعا كان حر قوي والشمس قوية جدا. ف تقدروا كمان هنا تاخدوا صور تذكارية وتعملوا كمان سيشن داخل المكان. المكان هنا جميل جدا وسط الاشجار والورد الجميل. يعني اشكال كتير من الشجر. جميل جدا وبمختلف التصميمات. المكان هنا جميل بجد. تقدروا تستمتعوا بالهواء النقي اللي موجود جوه المكان هنا. والاطفال طبعا بيقدروا يستمتعوا باللعب في المساحات الكبيرة الخضراء والشكل الشجر الجميل ده. و انا كمان مستمتعة جدا بالتصوير داخل الحديقة. وطبعا اللي من خارج اسكندرية كمان بيستمتعوا معانا بالاجواء. بصوا دي كده مكان الكيدز اريا اللي قلت لحضراتكم عليه. طبعا المساحة كبيرة جدا، يعني انا ما قدرتش اجيبها كلها
لان كان لازم اركب الجولف كار طبعا، وده كان وقت صلاة فما كانش في حد موجود في المكان عشان اقدر اجر منه الجولف كار. ولكن انتوا تقدروا تعملوا كده وتلفوا بيها المكان كله، او تكونوا معاكوا عربية تقدروا تتجولوا بيها. طبعا المنتزه ما بتقدروش تدخلوا بالعربية، بتركنوها في الجراج، لكن هنا مسموح تدخلوا بعربية، مسموح تدخلوا بسكوتر، مسموح تلفوا الحديقة كلها، مش لازم بالجولف كار، ممكن بعربية خاصة بيكم. شايفين بقى كل الأطفال بيلعبوا، والمكان جميل جدا. حبيت طبعا أغير معاكم عن مشروعات اسكندرية المعتادة اللي دايما بصورها لحضراتكم، وتتفسحوا معايا داخل حدائق المنتزه. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو. بجد شكرا جدا للكومنتات الإيجابية اللي بتفرحني، وبرضو مسموح بالنقد بس النقد البناء مش هتوحشوني جدا جدا لحد الفيديو الجاي. شكرا لكم ولمتابعتكم، اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.